اختبار عربي اولى ابتدائي لاخر السنة. طبعا انا عارفة انه بيبقى تقييم بسيط للطفل لتدريبه على فكرة الامتحان، لكن دي بتبقى فرصة كويسة عشان اتأكد هل طفلي طول الترم في شغله في المدرسة مع الدرس مع ولية الامر، مامتي اللي بتأسسني ولا مدرستي، هل هو ماشي صح، هل هو استفاد، عرف الحاجة المطلوب منه يعرفها الترم ده ولا لا. ده بيبقى اختبار بسيط بس بطمن بيه على مستوى الطفل ومجهودي معاه طول الترم. هنا جزء من درس طبعا معروف هو اصل الكتابة. ريشة البطة اول طريقة كتابة، جايب لي قطعة صغيرة جدا. قال ابي ريشة البطة اول طريقة كتابة. قطعة صغيرة جدا من الدرس، استخرج من العبارة كلمة بها مد الف. طبعا الاساليب والتراكيب كميه اكبر الترم ده بالنسبه للترم الاولاني في منهج سنه اولى، لكن هي جميله جدا وخفيفه على الطالب المتاسس صح. طبعا المد الف هتكون هي كلمه كتابه. كلمه بها ياء ملكيه، ابي سهله جدا. كلمه بها مد ياء، عندي ابي ايوه ياء الملكيه هي مد ياء، وعندي كمان ريشه، طريقه، 3 فيهم مد ياء. كلمة بها تاء مربوطة بتبقى آخر الكلمة، عندي ريشة، البطة، طريقة، وكتابة. 3 كلمات مش كلمة واحدة، أي كلمة فيهم صح. السؤال اللي بعده سؤال بنقول عليه مقالي، أو يعني هو بيعتبر مرتبط بالفهم القرائي. ما أول طريقة كتابة؟ طبعا موجودة وسهلة جدا. قال أبي ريشة البطة هي أول طريقة كتابة. السؤال اللي بعده حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية. طبعا انا عندي هنا هو مساعد الطفل قوي ان هو مقطع له اماكن المقاطع، فالامور دي بتبقى اسهل. كل ما طفل بيكبر شويه بيسيب له المقاطع فاضيه. هنا الدنيا هتبقى افضل واسهل لو مثلا عندي المقاطع متحدده. طبعا دي لام قمريه فالموضوع اسهل. حو مد واو مع بعض المد مع الممدود الحوت. هنا السفن ايه دي لام شمسيه. السفن يبقى السين الاولانيه اللي عليها شده مع والسين الثانيه لوحدها يبقى تحليل هنا اللي فيه شده والتحليل الثاني اللي فيه مد بيبين لي الطفل المتاسس زي ما قلنا. هنا لذيذ قوي عن المفرد والجمع. كلمه العاب تدل على، وهنا مديني الاختيارات مفرد ولا جمع. طبعا العاب جمع بمنتهى السهوله. كلمة قصة تدل على مفرد. كلمة معلم بها تنوين ايه؟ هو اصلا حاطط لي التنوين وان كانت الطباعة مش واضحة بس في الامتحان بتبقى واضحة جدا اللي هو الضم. انا ما اقدرش اخد فتحة علشان هنا هيحتاج الف. طب بص هنا شجرة، حاطط التنوين اهو مفيش الف، ما انا عارفة ان التاء المربوطة من شواذ التنوين بالفتح، فعشان كده لما بتيجي ما بحطش الف. طبعا ترتيب الكلمات حاجة سهلة قوي وبيجيب يا جماعة أمثلة مبسطة جدا. طول الترم ممكن تكوني بتشتغلي مع طفلك شغل تقيل بتديله أمثلة صعبة، الامتحان بيبقى أسهل ما يكون أيا ما كانت الإدارة التعليمية أو المدرسة. هو مجرد تدريب للطفل مش أكتر على فكرة امتحان، بس هتبقى حاجة بسيطة قوي قوي، بس لازم الطفل يحضر. منعشا أشرب عصيرا، طبعا أشرب عصيرا منعشا. هنا الرياضة هل علامة استفهام أنت تمارس. طبعا تكوين سؤال كان موجود عندي في منهج أولى ابتدائي، عشان كده كان لازم يجيب شكل من أشكال تكوين السؤال في أي نقطة من نقط السؤال في نقط الامتحان، فاختار انها تكون في ترتيب الجملة. فهنا طبعا أداة الاستفهام أول حاجة وعلامة الاستفهام آخر حاجة. هل أنت تمارس الرياضة، وحط علامة الاستفهام في الآخر، وهتبقى جملة بسيطة إملاء للطفل في منتهى السهولة. الامتحان لذيذ وخفيف، مجرد تدريب لطفلي، بس الأم الواعية تعمل له حساب عشان تختبر طفلها أو تختبر مجهودها.